لحظة إدراك إنه كتير من الناس بتتجاهل خطوة التخطيط، وإذا خططوا مش بيراجعوا. لسه مازالوا مش قادرين يستوعبوا أهمية التخطيط وقد إيه ورقة وقلم بتفرق جدا، وهتعرفوا ده من خلال الفيديو. ولكن قبل ما تنسوش إنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد، ويلا بينا نبدأ الفيديو. بالبداية حابة أكلمكم عن تجربتي في مراجعة ال6 شهور الأولى من السنة، وده علشان أنقل لكم التجربة كاملة، وإنه بس ورقة وقلم خلوني قادرة أستشعر أهمية الإنجازات اللي حصلت في حياتي مهما كانت صغيرة. ببداية الخطة قررت أعمل المراجعة في أكتر وقت مضغوطة فيه ومتلخبطة حرفيا. كنت مشتتة لأبعد حد، كنت حاسة بإحباط، فعلا كنت حاسة بكده، إنه مر عليا 6 شهور من السنة وأنا زي ما أنا، معقول مفيش تقدم ولا إنتاجية. فقررت أعمل المراجعة. محبتش أكتب كتير، ولكن قررت أكتب بالمختصر المفيد. كتبت تقريبا ما يعادل 4 صفحات، ممكن تكون كتيرة للبعض وقليلة للبعض، ولكن هي مش بالكم ولكن بالكيف، وده بيرجع لأسلوبكم في الكتابة. أنا ممكن أسهل عليكم خطوة المراجعة بطرح عدة أسئلة مبدئية، ومن ثم أقول لكم خطتي اللي أنا اتبعتها في المراجعة. السؤال الأول: إيه هي الأهداف اللي قدرتوا تحققوها بالفعل؟ وحاولوا أنكم تقيموا ما مدى التقدم ده. عادي أنكم تكونوا أجلتوا أهداف أو لغيتوا بعض الأهداف اللي كانت مكتوبة، لأنه أثناء الرحلة أوقات بنكتشف أنه مش ده الوقت المناسب للهدف ده فبنأجله، أو ما عادش من اهتماماتنا فبنلغيه. السؤال التاني: ايه هي الأهداف اللي محققناهاش وليه ما تحققتش؟ هنا هنحدد الأسباب ونحط الخطة لتحقيقها في الباقي من السنة، وحتى لو كان اللي باقي من السنة ده بس شهرين، لو ما زال الهدف من اهتماماتكم فكملوا الشغل عليه. السؤال الثالث وهو: كيف كانت حالتكم النفسية والجسدية على مدار ال6 شهور اللي فاتت؟ أو بما ان الفيديو ده بينزل لكم دلوقتي، فازاي كانت حالتكم النفسية والجسدية على مدار ال10 شهور اللي فاتت؟ وتذكير: كل يوم جديد هو فرصة جديدة، فما تستهونوش بان باقي على السنة شهرين. وسؤالي الأخير: إزاي ممكن أحسن أدائي في الجزء اللي باقي من السنة؟ وتذكير: حتى لو كان اللي باقي من السنة بس شهر، فكل يوم جديد قلنا إيه؟ هو فرصة جديدة. أما عن خطتي في المراجعة فهي عبارة عن إني أجهز الأدوات الخاصة بالتخطيط. بما إني بستعين بالنوت بتاعة مسادة، فقررت إني أجيبها وأجيب النوت الأساسية اللي بكتب فيها أهدافي للسنة، وكذلك هكتب فيها المراجعة بتاعتي دلوقتي. فبقيت أخد الإنجازات بتاعتي من النوت الأولى وأدونها في النوت التانية. أكيد طبعا لو عندنا حبة لمسات فنية حابين نضيفها، أقلام ملونة، أقلام تصدير، استيكرات، اعملوا ده عشان برضو بيفرق معاكم. الخطوة التانية هو بدأت اني اراجع كل شهر من الأجندة الأساسية وأسجله في التانية. مثلا بدأت اني اكتب انجازات شهر يناير، انجازات شهر فبراير، وهكذا. الخطوة رقم 3 وهي كتابة خطتي لل6 شهور اللي جاية من السنة، وده لأنه بكل بساطة في أهداف أساسية كنت حابة أشتغل عليها وأطور منها في بداية السنة، ولكن مصحتليش الفرصة، فقررت أنه عادي ولا بأس أنه نشتغل عليها في النص التاني من السنة. وعلشان ما كترش عليكم، دي كانت خطتي ببساطة في مراجعة ال6 شهور الأولى من السنة. ننتقل بقى للجزء التاني وهو الفايدة من الكتابة. ببساطة شديدة وبكل تلقائية كنت قلتلكم قبل انه انا كنت في مرحلة ضغط وتشتت، وده بيحصل معايا كتير. الخطوة اللي بتساعدني في ترتيب افكاري واعادة ترتيب اولويات حياتي، انا فين دلوقتي وحابة اكون فين بالمستقبل، هي الورقة والقلم. بدأت الكتابة في حالة يأس، أنهيت الكتابة بحالة من الشغف وتجديد الطاقة، السعي والإنتاجية. الورقة والقلم ساعدتني في إني أكتب لكم سكريبت الفيديو ده وفيديوهات تانية كتير. حبيت بس أذكر لكم جزء بسيط جدا من فوائد الكتابة، ولكن لو كنتم مهتمين اكتبولي تحت بالكومنتات وأعمل لكم فيديو مخصوص نتكلم فيه عن التدوين. في فيديو النهاردة كلمتكم عن فايدة التخطيط وذكرت لكم خطتي في المراجعة، وكمان الفايدة من الكتابة.
أتمنى إنكم تنهوا الفيديو ده وتبدأوا بمراجعة أهدافكم من وقت ما وقفتوا، حتى لو ما كنتوش كتبتوا الخطة أصلا ببداية السنة فتقدروا تعملوا كده دلوقتي. فممكن تسألوا نفسكم ايه هي أولويات حياتي والحاجات اللي أنا حابة أخرج بيها من سنة 2025، حتى لو كان هدف واحد بس تقدروا تشتغلوا عليه من دلوقتي. وخليني أقول لكم إنه بكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. كونوا بخير وإلى اللقاء.